مساء الخير مدام نسرين، شكرا ليكي وشكرا لقبولك الدعوة في صالون لبنى وعادل. حبيبتي مساء النور والسرور يا عمري، وانا بشكركم على هالدعوه الحلوه والاستضافه الحلوه في البرنامج. شرفتي وانستي. عادل ولبنى، شكرا يا عمري. مدام نسرين، موضوع اليوم موضوع كثير مهم بالنسبه لكل النساء واغلب الرجال. صح. يعني في ايام جدودنا وجداتنا ما كانوش بيعرفوا المستحضرات التجميليه اللي وصلنا لها اليوم، كانوا بيستمدوا كل وصفاتهم من الطبيعه بما فيهم زيوت او اوراق او فبحكم خبرتك وتجربتك ليش الوصفات الطبيعية حافظت على استمراريتها لحد اليوم، وبالعكس بل وبقت معتمدة وبقوة من طرف كل الناس؟ طيب هلا بالنسبه للوصفات الطبيعيه هي شيء اساسي في حياتنا من عدور اجدادنا بصراحه، وهي الشيء اللي دائم هلا ولبعدين. طبعا بيغنيك عن المواد الكيماويه وبيعطي عنايه في الشعر من جذر الشعر لاطرافها. الوصفات الطبيعيه اللي احنا رح نتكلم عليها اليوم ونعطيها للمشاهدين يستفيدوا منها في المطبخ، موجوده عندنا من عدور اجدادنا. تقدر اي ست في مطبخها تعمل ماسك تهتم وتعتني بشعرها بطريقه كثير بسيطه. عندك بالنسبه للاعشاب اللي انت حكيتي عنها، فعلا كان عدور اول ما عندهم لا كيراتين ولا مواد بروتين، والمواد الكيماويه اللي نازله فيها فورمالين وفيها مواد كيميكال، بعيدين عن هذا الشيء. وتشوفي شعرهم تبارك الرحمن يوصلوا لمراحل كبيره من العمر فعلا، وشعرهم ما شاء الله بغزاره وكثافه، وما تشوفي لا عندهم هالتساقط اللي احنا نشوفه الحين، تلاقيهم اطفال عمرهم بس 12 و14 وشعر براسهم ما فيه فراغات كثير قويه. مدام نسرين، ادينا كده وصفه باكليل الجبل ممكن نستعملها للشعر. كثير طريقته بسيطه وحلوه. بناخذ كميه اكليل الجبل لنقول مثلا نصف كوب اكليل الجبل اللي هو الاعشاب اليابسه، بنحطها بكميه كوب كامل مي، بنخليها المنقوع لثاني يوم، وبعد ما نشوف ان انحلت المي تبعته بنحطه على النار بالمنقوع اللي فيه، بنخليه يغلي مده نص ساعه، وبعد نص ساعه بنخليه حتى يبرد. اوكي. بنصفي المي تبعتها وبنكون محضرين اوريدي معلقتين روب زبادي ومعلقه نشا. النشا بنحطها على البارد مع الماء تبع الروزميري اكليل الجبل، وبنحركها حتى يعطينا شكل جيلاتيني، ما يضل المي تصير يعني الست انها تتلبك بوضعها او يعني تصير طريقتها عليها اسهل بالوضع. فاكثر ما في انها بتحط معلقه نشا. النشا معروف النشا غنيه بالنشاط والنشويات، تعمل في وصفات كثيره جدا بما فيهم البشره. كثير حلو، برافو عليكي. فبتحط معاها للكوب اللي طلع عنا من الماء الروزميري معلقه نشا، وبتحركهم على البارد. بعد ما تحركهم وتتاكد انه اوكي النشا خلص انحلت في الماء، بنحطها على النار وبنغليها مده دقيقتين 3 تتحول لجل. أوكي. هذا الجل بيساعدنا انه نحط معه معلقتين روب زبادي ونخليه على البارد ونوضعه على الشعر بطريقه الصبغه. اهم شيء الشعر يكون مغسول نظيف، يعني ما اي ماسك. ايوه، ما اي ماسك بدنا نطبقه على شعر دهني، ما هو الياف الشعر متشر بطبقه دهون كثير عالي. لو جينا حطينا الماسك الالياف ما حتمتص الفوائد اللي احنا بحاجه من الماسك. فلازم تكون الست مغسله شعر نظيف بشكل مضبوط بدون ما نحط بلسم على الجذور، وبعد ما ننشف الشعر نحطه بطريقه كأن عم ندهن بالبروش من الجذر للاطراف. بعد 10 دقائق شيء اساسي نعمل مساج بفروه الراس مده 10 دقائق ربع ساعه، نلم الشعر بطريقه مرتبه ونحط كفر نايلو ونحط الترمولكب حراره حتى ندفي الياف الشعر تعطي حاله استرخاء وتستفيد من هالماسك اللي احنا عملناه. ايوه عاملينه. كمان ممكن نعمله كبخاخ بعد الشاور بس مع الميه. انا بعطيكي يعني خبرتي وقت اللي جربته كبخاخ عن طريق الخبره اعطاني جفاف في الشعره. الروزميري لوحده اذا ما حطينا معاه شيء لوحده، لو غلينا وحطيناه كبخاخ انه لمنع التساقط لكن يجفف الشعر شوي. فيفضل انه ينحط مع الروب فيه خمائر بيساعد التفاعل. ايوه بيساعد التفاعل. النشا فيها نشادر بتساعد على انها تعمل شايني، فبيعطيكي شعر كثير صحي وحلو افضل من البخاخ. وكافي التطبيق مره واحده في الاسبوع. مره اسبوعيا كافي، وبتشوف الست النتيجه من اول مره. اذا طبقته بطريقه صحيحه بتشوفها من اول مره النتيجه واضحه عليه.